لا دلت الغنيين، ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم مصطفى صبحي، جبت لكم فيديو جديد ورياكشن جديد. بص، هو لو انت اول مره تشوفني فحابب اوضح لك نفسي او اشرح لك انا مين. انا مصطفى صبحي من مصر، بعمل فيديوهات رياكشن على الراب الجزائري والمصري والتونسي والليبي وايا يكن والمغربي. احنا بنسمع هنا راب وبنعمل عليه رياكشن وبنستمتع بالمزيكا سوا، وبقول لبعض يعني بنتكلم مع بعض في الكومنتات تحت. فاحنا هنا كلنا عيله. لو انت اول مره تشوفني فولادي عيلتي هيشرحوا لك احنا مين في الكومنتات. احنا هنا عيله، فلازم تنزل تشترك في القناه بالزر الاحمر اللي تحت وتفعل الجرس وتسيب لايك للفيديو وقول لي انت مين ومنين في الكومنتات تحت. احنا هنا بندردش وبنسمع مزيكا سوا وبندي سبورت للناس اللي تستحق سبورت في الراب او كده. بس انا كده وضحت لك انا مين. فلو انت اول مره تشوفني ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع كل اهلك وزمايلك. وقولوا في الكومنتات تحت زي كل مره ايه التراكات اللي تحبوا ان احنا نعمل عليها رياكشن ونستمتع بيها سوا. اي مكان انت حابب نعمل عليه رياكشن من اي دوله قول لي، جزائر، مصر، تونس، مغرب، ليبيا، قول لي في الكومنتات التراك تحب تعمل عليه رياكشن. ولو حابب تتابعني هتلاقي الانستجرام بتاعه والفيسبوك في الديسكربشن او في اول كومنت مثبت، تروح تابعني هناك مش هتخسر اي حاجه. وده الكيو ار بتاع الانستجرام، اعمل له مسح، خد سكرين للشاشه واعمل له مسح وروح تابعني هناك على الانستجرام. هنسمع نصابه لديدني كانون ولمحمد رمضان. في ايجيبت صار في مصر. كوبايه قهوه مع عظمه، بجد يعني كوبايه قهوه مع عظمه. انا اللي مخليني مبسوط من التعاون ده ان ديدني كانون ومحمد رمضان حاجه عظيمه جدا في الراب وحاجه عظيمه جدا في الانتاج السينمائي. يعني محمد رمضان هيعمل فيديو كليب هيبقى حاجه عظيمه جدا، واكيد الفيتشرنج يعني اكيد ديدني كانون واخد مبلغ كويس جدا من الفيتشرنج ده، فكان مبسوط وهو بيعمل فيتشر. فهتسمع ديدني كانون ليركس جامده جدا، ومحمد رمضان انتاج سينمائي وكادرات سينمائيه جامده جدا. نصابه يا عيني يا عيني على الكادرات. شايف الدرول؟ شايف يا الاتنين داخلين مع بعض عاملين فيتشرنج جامد. الناس اللي بتسمع ديدني كانون ركزوا في البيت كده، هتحسوا ان ده بيت تسلا، تراك تسلا. اعتقد ان هو نفس اللحن بتاع بيت تسلا، في تشابه جامد جدا يعني الظاهر. وده اكتر تراك الناس اللي بتسمع ديدني كانون عارفه ان ده اكتر تراك عامل شهره جامده جدا في وقت قصير جدا لديدني كانون. يعني هو وجلوك مع ام سي ارتزان، يعني الفيتشرنج بتاع ديدني كانون على طول بيبقى حاجه عظمه، سواء بيخلي الناس اللي معاه بتبقى حاجات. يعني جلوك مع ام سي ارتزان كان حاجه جامده جدا جدا، لازم تروحوا تسمعوها لو انتوا بتاخدوا رايي وكده. روحوا اسمعوها عشان هي حاجه جامده جدا. يعني في الظهر يضرب، في الوش اخوك، لواحد نضرب يعني الواحد نضرب جنه حسروك. يعني شويه ناس حسروك مش عارف تتخلص منهم، انا لوحدي اتخلص منهم. وهو بيبقوا في الظهر يعني بيطعنوكوا، في الوش اخواتك. هو الظاهر حتى الاسم بتاع التراك نصابه، اللي هو يعني نصابه وناس بيخونوا وغدر بتاع حاجه جامده. يتسموا يبلعوا روم يتسموا. بالنسبه للناس اللي في الجزائر، اكيد الناس اللي في مصر فاهمه ده حاجه بسيطه عندنا. يعني شوفوا اللي ما يتسموا يبلعوا روم يتسموا، يعني لما بتبقى زهقان من واحد تقول له شوف اللي ما تسماش، يعني ملوش اسم ملوش هويه، يعني لا يذكر. يبلعوا روهم يتسموا يعني روهم مسمم اصلا، يعني بيقولوا كلام مسمم وهم مش كويسين. يعني هما بيديك كده بيقول لك ما تتعاملش مع حد، كلهم بيغدروا وكلهم بيخونوا، فما تتعاملش مع حد بحنيه وان هو طيب وكده، لا. انا حاسس ان البيت ده بتاع تسلا، تراك تسلا، نفس الريتم كده بتاع البيت ونفس الماشيه بتاعت البيت كده، اللي هو تحس افرو بيت بس حاجه جامده جدا. يعني بيت جامد جدا. والليركس اكيد بتاع الدنيا كانوا كاتب الليركس، محمد رمضان اكيد حد كاتب له، بس اللي ملحن له الليركس بتاعته فرغالي بلاكس. شايف الكادر السينمائي؟
يا عم عليا النعمه، الاثنين سينمائيين، شكلهم سينمائي، سواء ديدني كانون محمد رمضان، الاثنين تحس ان هم بتوع التمثيل اصلا. يعني محمد رمضان ده ايقونه في السينما المصريه عندنا، تحس ان ديدني كانون ده لو مثل الراجل ده لازم ياخد. انا مش عارف ليه لغايه دلوقتي ديدني كانون ده ما مثلش في حاجه كبيره. هو مثل بس يعني ما دخلش ما اتجهش. لو اتجه في التمثيل هياخد حاجات جامده جدا. الراجل ده يعني انت فاهم مافيا بقى وعصابات زي محمد رمضان كده بالظبط، اللي هو شكله يخوف، في رعب كده وفي حوارات. فهو لازم يعني لو دخل في مجال السينما مش هيطلع، هينسحل في مجال السينما دني بجد. جزائر يا صاحبي. يا اسطى انا حاسس ان انا يعني بسمع المزيكا اللي هي الري الجزائري، بسمع الري الجزائري اللي هو مزيكا اللي بترقص وتبسط. بسمع جليل يعني جليل والناس اللي هي الجامده اللي هي الداخله دي، تحس ان هو اصلا يعني حاجه بتجيب جامد جدا يعني. اسمع يعني بجد يعني محمد رمضان جامد جدا ان هو اختار واحد زي ديدني كانون في الفيتشرنج ده. الاثنين تحس ان هم داخلين مع بعض عاملين ميكس جامد جدا، وكليب كادرات سينمائيه رائعه جدا مصروف عليها، مكلفه اكيد. كليب زي ده عامل زي نفس التكلفه بتاعت مافيا كده بالظبط، يعني اللي هو حاجه اصلا حاجه خرافيه. انت بتسمع حاجه متكلفه سواء مزيكا سمعيه او حاجه مرئيه. يا اسطى ديدني تبديله الفلو، يعني انت شايف تبديله الفلو كان ماشي بالراحه، روح داخل فاست فلو وبيرقص برضه، اللي هو ما انت فاهم الليركس بتتقال كويس جدا واضحه جدا، بس بيقولها فاست فلو اللي هو انت نفسك تقول له ايه ده شويه يا عم ديدني، انا عايز اسمعك. انت متخيل العظمه اللي احنا بنشوفها؟ حاجه روعه بجد يعني. ده حاسس ان هو من اكتر المزيكا اللي عملها محمد رمضان كان مجروح فيها. عمره ما غنى نصابه يعني في فرحتك في اذايا وبتحزني لما انا ابقى مبسوط، لا. ممكن يعني يكون قايل للكاتب بتاعه انا عايز مزيكا، عايز ليركس حزينه، برغم ان البيت يرقص. انت فاهم زي البخت كده، تراك البخت الويكس، البيت اصلا مزيكا اللي هي هاديه جدا وبترقص، اللي هي بترقص بس الليركس حزينه جدا. يعني حاجه بتبقى ميكس غريب بس محبوب. انت فاهم؟ انت عارف لما تحط حاجه على حاجه وتبقى مش عاجبه حد بس عاجباك انت، هو نفس الحوار كده بتعجب ناس ياما برغم انها ميكس غريب. جامد يا اسطى، جامد يا عم محمد. سامع يلا الراب الجزائري، راب جزائري ومصر بقى ميكس. دي الجزائر بجد. يعني الراب جزائري تحس ان انا بسمع يعني الراي جزائري هنا بقى او مزيكا الشارع، يعني انت فاهم موملانو هنا او الزنقاوي، الراب الزنقاوي هنا في ميكس غريب في الجزائر بيحصل هنا في الراب بتاعنا. انت فاهم؟ محمد رمضان وديدني عاملين حاجه اللي هو ميكس غريب تحس ان هو يعني مصر والجزائر يا اسطى، مصر والجزائر واتنين حاجه جامده. العلوم يتسموا اكتر حته جامده هي بتاعت ديدني. يا اسطى انا بجد انا ما كان نفسي اعمل الرياكشن على التراك ده اول ما نزل على طول، عشان انا احساسي بالتراك ده جامد جدا. يعني حاجه عظيمه جدا ومتكلفه جامد جدا جدا جدا، مش حاجه سهله. يعني ده حاجه متكلفه جامد، وحاجه زي ما انت شايف سواء انتاج سينمائي او انتاج سمعي، يعني بصري وسمعي حاجه روعه جدا. يا اسطى جامد جدا يخرب بيت العظمه. بيحضروا بعض يا اسطى عظمه. كفايه كده كفايه.
احنا كده خلصنا اخر رياكشن. حابب اقول للناس اللي بتحبني والناس اللي بتدعمنا ووصلت لغايه هنا، انا اسف ان انا بتاخر عليكم في الرياكشن، كان عندي مشاكل شخصيه. فلو انت حابب تتواصل معايا، انا ممكن اكون قاطع من على اليوتيوب او ما بعملش فيديوهات، بس انا موجود على الانستجرام. هتلاقي الانستجرام في اول كومنت مثبت وفي الديسكربشن، وهتلاقي الكيو ار في اول فيديو زي ما انتم شفتوه. روح تابعني على الانستجرام ودردش معايا هناك، وعلى البروفايل الشخصي بتاع الفيسبوك انا متفاعل هناك جدا وموجود هناك جدا جدا جدا. فلو حابب تدعمني بجد 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 وبتحبني، انزل اشترك في القناه بالزر الاحمر اللي تحت، فعل الجرس، سيب لايك الفيديو، شارك الفيديو مع كل اهلك وزمايلك بالسهم اللي تحت، قول لهم ينزلوا يشتركوا ويجوا هنا القناه عشان انا بعمل رياكشن. وقول في كومنتات تراكات تحب ان انا اعمل لك عليها رياكشن عشان نعمل فيديوهات اكتر واكتر واكتر، وسيب لي لايك. سلام.